وبالنسبه بقى ان يقولوا الثعلب مكار او ذكي ولا كلام من ده، عايز اقول لك ان الثعلب ده حيوان ذكي جدا. مم. عمري ما شفت في ذكائه. ايه رايكم يا جماعه؟ لا بسم الله ما شاء الله. ايه رايك فيها؟ لا مؤدبه. من اول مره يعني. هو بسم الله ما كان شاء جاي الله. متخيل ان هو هيقابل وحش شرس. ايه رايك لا فيها بقى؟ انا اتصدمت اصلا صح؟ ما شفتش ولا هشوف زي كده. هو كائن لذيذ. زمان كانوا بيربوه في القصور وكده، كان يعني رمز للغنى ورمز للفلوس الكتير وكده في عند الاجانب يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دمياط الجديده مع ميدو ايهاب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. نور الدنيا والله. الله يكرمك، عرفنا بالبطل الجديد ده بقى. ده الوشك المصري يا جماعه، او الاسم بتاعه العلمي الكركال. ده او القط البري الصحراوي، ده بيعيش في سينا عندنا، بس يعتبر انقرض بقاله سنين يعني، وعدده قليله جدا في مصر. بس ده مش صيد، ده انا مستورده من روسيا. دي نفس القطه اللي هجمت، اللي هم بيقولوا هجمت على الاسرائيليين وكده. دي كيرا، عمرها لسه 7 شهور، لسه بيبي يعني، لسه صغيره. وزنها دلوقتي تقريبا 8 كيلو. الكبير منها تقريبا بيبقى قد الكلب البلدي. بسم الله ما ايه شاء رايك الله. فيها؟ لا انا مش متوقع اصلا تبقى هاديه بالهدوء ده. لا هي مؤدبه جدا، وملهاش علاقه يا جماعه بالحيوانات البريه قوي اللي هي شرسه، لانها انتاج اسر من الجدود بتاعتها. فهي اصلا مؤدبه. وشخصيتها جميله جدا، لان هي شخصيات يعني، في منها هادي وفي منها عصبي. اعتقد زي البني ادمين، بس ديت اصلا طبيعتها شرسه بالظبط. فالشراسه في فهي دمها. حتى مؤدبه يعني، هي شخصيتها نفسها مؤدبه. ماشي، بس انا بتكلم الشراسه في دمها، طبعا. فكونها مع الشراسه دي تبقى هاديه. سبحان هو ده الله. التعب بقى، ان انت اه تتعب مع حيوان بري توصله للدرجه دي. سبحان الله. بس هي قطه جميله، انا استمتعت بيها. انا ربيت اسود وربيت حيوانات بريه كتير، بس هي اقرب لطبيعه الاسود والفهد. اه الاتنين مع بعض. طبعا مع السرعه، مع القفزه العاليه جدا. هي فيها في زيها كده تقريبا في امريكا، بس اللي شعره هو طويل شويه. بتاع ايوه. الجبال اللي عندهم. ملتحي او البومه، تقصد البومه؟ لا زيه، بس بيمشي على الجبال، اللي هو بردك شرس نفس النظام بس اكبر بكبير كتير. اسمه بومه، اسمها اه بومه. اه يعني اسمه اسد الجبال. ايوه هي بالظبط ايوه. كده. تجرب تشيلها؟ بسم الله. ايدك تحت وايد فوق. ما بسم شاء الله. الله بسم الله. ايه. لا بسم ايه، الله الرحمن الرحيم. بس يا حلو. ايه بس رايكم يا جماعه؟ لا بسم الله ما شاء الله. ايه رايك فيها؟ لا مؤدبه. من اول مره يعني. هو بسم الله ما كان شاء جاي الله. متخيل ان هو هيقابل وحش شرس. ايه رايك لا فيها بقى؟ انا اتصدمت اصلا صح؟ ما شفتش ولا هشوف زي كده. بسم الله ما شاء الله. هي ما شاء الله. تستاهل المشوار. انا جاي لك من حصل. المنوفيه بصراحه، ما توقعتش يعني. لا هي مؤدبه جدا، وهي دايما بتتعرف على الناس، بس ايه، مش من اول مره يعني. ممكن في اول مره لو شافتك تنكشك كده، تبقى خايفه منك، اللي هو تشوف ايه رد فعلك، بس بتخاف ما منها. فيش حاجه. هي عشان خلاص هي قاعده معاك بقالها. ويمكن هيكمن انا هاوي بردك زيك، فايه الموضوع بالنسبه بالظبط، عشان لها انت حسن. بتخافش من لا انا الحيوانات. بحبهم لو بصراحه. حد خاف من الحيوانات بيبقى لعبتها بقى. اه يعني ممكن تجري وراك. يعني هي بتحس بالخوف بالظبط. جواه. عايز اقول لك انها تربيتها في البيت لذيذه قوي. مم. يعني مبدئيا هي بتاكل لحوم. اه لحوم بس. لحوم بقى طيور، ممكن باكلها ارانب، باكلها فراخ، يمام، سمان. بحاول ان انا اكلها الاكل اللي هي بتلاقيه في البريه في عندها. البريه، بس انت بتنضفه ولا بتحطه زي ما هو؟ لا بنضفه طبعا، ما ينفع يعني. هي ما بتاكلش، ما بتفترسش، ما بتقتلش حاجه يعني صاحيه. اه يعني هي اتعودت على ان هي تاكل ني، انا اللي بقدمه لها. يعني تمام. حتى لو مره جربت ان انا ادي لها سمانه صاحيه واجرب ايه رد فعلها معاه، مفيش خالص. اه يعني وحتى صديقه وده للحيوانات اللي السبب عندي. اللي هي هاديه بالهدوء ده. يعني لو بالظبط. افترست ما تضمنش مع الحيوانات او الطيور التانيه حصل، تعمل لان هي ايه. قاعده مع حيوانات كتير. اه فاهمني، وكمان قاعده معايا في البيت. ايوه وما شاء الله بتعمل حمام في الليتر بوكس. بس هي يعني. مشكلتها بقى انها بتمشي على الحيطه. اه ما بتمشيش على الارض. لا ما هي اعتقد ان القفزه بتاعتها عاليه قوي. جدا، بتوصل 3 متر يعني. انا عندي السقف بتوصل للنجفه، بتحضن النجفه. ما هو طبيعتها في الطبيعه ممكن بتفترس مثلا طير ولا طيور حاجه، حصل. فهو بيطير ممكن تطير تجيبه ايوه. يعني، فطبيعه القفزه بتاعتها عاليه. بس هي لذيذه. لا بسم الله ما شاء الله، ربنا ربنا يبارك. يبارك لك فيه. حبيب قلبي. الله يكرمك. شرفتنا الله والله. يكرمك. يعني احنا سعداء بلقائك. انا والله اتشرفت بصراحه، واول مره في حياتي احط ايدي عليها ربنا يبارك، بصراحه. تفضلها. الله يكرمك، ربنا حبيب يبارك لك قلبي. فيها. الله ربنا يكرمك. يعزك يا رب. انتظرونا بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.